رجعنا لكم مرة أخرى وشفنا مع بعض اللص والكلاب من أجمل الأفلام اللي كلنا يعني عشقناها، وكنا بنحب نتفرج عليها لأن هي كانت عايزة توصل لنا رسالة لمرحلة معينة. فقرتنا النهاردة عايزين نتكلم عن مفهوم البطل وأثره على العمل الدرامي. بيشرفني أن يكون معايا الشاعر والناقد الأدبي والفني الأستاذ صبري زمزم، مدير تحرير جريدة الأهرام ومؤسس ورئيس منتدى القصر الأدبي. أهلا بحضرتك معايا. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن يعني احنا كنا بنشوف اللص والكلاب. أنا أيوة. مش عايزة أبدأ بأي حاجة غيره، نعم. لأنه فعلا من الأفلام القوية جدا اللي ليها مغزى. أنا عايزين نتكلم عن مغزى هذا الفيلم. اولا، هذا الفيلم يعتبر من اجمل واروع الافلام، والروايه نفسها روايه اللص والكلاب تاليف اديب العالمي طبعا. نجيب محفوظ، من اروع ما كتب نجيب محفوظ، لانه استغل حادثه حقيقيه حدثت في المجتمع في مرحله معينه، ويقال انها مرحله يعني نهايه الخمسينات، واستطاع ان هو يتاثر بهذه القصه لانها شغلت الراي العام من خلال الجرايد ومن خلال وسائل الاعلام المختلفه. في هذا الوقت كانت الاذاعه في مطارده لص قاتل. كل فتره توصل يجد المطارده بتاعته في الجرايد ان هو حاولوا يقبضوا عليه وهرب. لا، ده النهارده قتل قتيل جديد، لدرجه ان القاتل الحقيقي اللي هو بطل الحقيقي قتل 16 واحد، وهو كان اسمه محمود أمين سليمان. نعم. ولكن نجيب محفوظ بعبقريته استطاع أن يهضم هذه الشخصية ويخرجها لينا من خلال رواية عظيمة ملهاش علاقة بالحقيقة إلا بخيط بسيط، وهو شخصية القاتل وشخصية يعني هو اللص. استوحى بس الفكرة. نعم، بس هو فكرة دخلها فكرة فلسفية وفكرة جميلة جدا، وهي فكرة تأثير إنسان متعلم على إنسان غير متعلم، وبس فكرة شيطانية في عقله اقتنع بيها وجعلها هي أسلوب حياة، فأدت بيه إلى مزيد من الانحراف في حياته، وأدت بيه إلى إن هو أصبح هذا اللص، ثم بعد كده أصبح هذا اللص القاتل، ثم أصبح بعد كده يعرف باسم السفاح. نعم. هل أقدر أقول إن المؤلف نجح فعلا في رسالته من خلال هذا الفيلم؟ نعم. المخرج المؤلف كان ليه رسالة عايز يوصلها للمجتمع في هذه المرحلة. نعم. وهي كانت مرحلة بداية الستينيات. يعني هذا الفيلم إذا كنا بنتكلم عن فيلم، فهو الفيلم كان إنتاج سنة 1962. نعم. في هذه المرحلة كان في صراع بين أفكار معينة في المجتمع، منها الأفكار الشيوعية والأفكار الاشتراكية، وهي فكرة ال 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 الإنسان اللي هو اسمه رؤوف علوان. رؤوف علوان ده كان عنده مبادئ وهو طالب في الجامعة، مبادئ شيوعية. فاللي حصل ان في عامل كان يعمل في المدينة الجامعية اتهم بالسرقة وضبط فعلا معاه الساعة التي سرقها، وبدلا من ان يوبخه او ان يعاقبه او ان يلومه على هذه السرقة، وهي طبعا جريمة في حد ذاتها، فاذا به يربط عليه ويطبطب عليه ويقول له انت ما عملتش حاجة غلط، ده اللي انت عملته ده هو اللي صح، انت فقير، وده هذا رجل من ابناء الاغنياء الذين اكلوا حقك وسلبوا قوتك، فمن حقك ان تاخذ منهم ما تستطيع. نعم. من هنا حولوا بس السم ايوه في افكاره. نعم، ودي حولوا اقوى بكتير على جدا، فكرة. حولوا من لص ممكن ان يعاقبه او ياخذ على يده فيتوب ويبقى انسان صالح في المجتمع، الى انسان اعتقد واصبحت ايديولوجيه عنده في حياته. ايديولوجيه عنده في حياته لها سند،
لها سند فلسفي او سند يعني زي ما تقولي ان هو جات له على الطبطاب. حرامي وجات له على الطبطاب فكره ان هو هو يسرق. اقتنع ان هو مش بيعمل حاجة مش بحاجة غلط، ولكنه يحصل على حقه المسلوب. وبالتالي بعد ما كان لسه مبتدئ اصبح لسه محترف. بالظبط ليه؟ كده. لان اصبح عنده مفيش وازع. لا يعني هو سلب من عنده الوازع ووضع مكانه الدافع. اصبح عنده دافع للسرقه، ان هو اذا سرق فهذا ليس معيبا، ولكنه في الحقيقه ياخذ حقا من حقوقه في هذا المال اللي هو يجد له فيه نصيب اخذ منه او سلب منه بشكل او باخر. هل أستطيع أن أقول أن الرواية يمكن أن تقدم لنا البطل القادر على إقناع المشاهد أو القارئ بوجود البطل الأوحد؟ أولا فكرة البطل الأوحد هذه فكرة غير موجودة. نعم. لأن لا يوجد بطل بدون مساعدين. فالبطل في أي مرحلة من المراحل أو في أي مجال من المجالات هو بطل بمن معه. فالقائد في الميدان بطل بجنوده، والأب بطل بولاده وزوجته، وأي إنسان صاحب مشروع كبير أصبح مليونير، أصبح رجل أعمال، هو بطل بمن ساعدوه، بناس وصلوه إلى هذه المرحلة بشكل أو بآخر. فلا يوجد بطولة مطلقة في الحياة بأي شكل. طيب لو رحنا لسعيد مهران. نعم. وانتقامه. نعم. هل بيعتبر هذا الانتقام نوعا من البطولة إذا نظرنا إليه بعقلانية؟ أولا الانتقام له نظرتين. نعم. نظرة أولى وهي إنها فكرة محببة عند كثير من الناس، وبتجذب كثير من الناس من حيث سواء كانوا قراء أو مشاهدين. ليه؟ لأنها بتعمل جو من الإثارة، السسبنس اللي بنقول عليه. نعم. فلذلك كثير من التيمات، يعني هي تعتبر تيمة يعني جذابة. نعم. سواء للقارئ أو للمشاهد، وفي نفس الوقت لها منظور آخر، وهو هل هذا الإنسان الذي ينتقم له حق في الانتقام؟ هو له حق، ولكن ليس من حقه أن ينتقم بنفسه. كل إنسان إذا سلب منه حق فمن حقه أن يسترده، ولكن استرداده يكون له طرق شرعية، ليس بالطرق الملتوية. أيوة. يعني لابد أن يكون له طرق شرعية كفلها القانون، كفلها الشرع، كفلها المجتمع. لأن لو كل إنسان خد حقه بيده وأصبح هو ده الوضع السائد، يتحول المجتمع إلى غابة. كل انسان يقتل لانه راى ان شخص مثلا قتل قريبه، او يسرق لان واحد اتسرق منه حاجه يسرق هو كمان، فبالتالي يتحول المجتمع الى مجموعه من المجرمين. نعم. تحت شعار الانتقام. وهذا وان كان كما قلت من الناحيه الدراميه تيمه ناجحه، لكن طبعا من الناحيه الاخلاقيه ليست كذلك. ليس كذلك. طيب احنا يمكن فيلم اللص والكلاب. نعم. واو العطف. نعم. سوف ندخل من منظور لغوي. نعم. العطف في اللغة العربية يقتضي، اللي هو العطف بالتحديد، تقتضي المغايرة. فإذا قلت اللص والكلاب فنحن أمام شيئين. نعم. لص في جانب وكلاب في جانب آخر. فاللص ليس من الكلاب، والكلاب لا ينتمون للنص، ولكن هناك شيء مشترك بينهم. ده بقى اللي بيحدده النص نفسه أو الرواية نفسها. يعني العنوان في حد ذاته جاذب. بالظبط. ليه؟ بس على ما أعتقد إن ليه مغزى معين أو رسالة معينة كان هو عايز يوصلها للقارئ أو المشاهد في حد ذاته. نعم. نحن عرفنا اللص. نعم. ولكن علينا أن نبحث عن الكلاب داخل الرواية أو داخل الفيلم. فللوهلة الأولى قد نأخذ كلمة الكلاب بمعنى حرفي. نعم. ليه؟ لأن في الرواية فعلا كلاب، وهم الذين طاردوا اللص وظلوا وراءه حتى أوقعوا به أو أرشدوا إليه عن طريق الشم أو شيء من هذا القبيل. فهذا هو المعنى الحرفي. ولكن الأستاذ نجيب محفوظ طبعا يرمز إلى شيء آخر. أراد أن يرمز إلى شيء آخر وتركه للمشاهد أو القارئ. فهل الكلاب هم الذين دفعوا باللص لأن يكون لصا؟
مثل شخصية كمال الشناوي في الفيلم، أو رؤوف علوان في الرواية. وهنا نحب نلقي الضوء على رؤوف علوان كشخصية، أو نأجلها بقى قليلا عشان نتكلم عن فكرة الكلاب. فهنا الكلاب، هل الكلاب هم الذين دفعوه إلى أن يكون لصا، أم الكلاب هم الذين خانوه ودفعوه إلى السجن، اللي هو زوجته والصبي بتاعه اللي هو المساعد نعم. بتاعه الذي كان يسرق معه، ثم أبلغ عنه، ثم حرض زوجته لأن ترفع عليه قضية طلاق، ثم تزوجها وأصبح زوجته وبنته يعيشان معه في بيت واحد وهو في السجن وحده، مما أجج في نفسه فكرة الانتقام، سواء من رؤوف علوان الذي دفعه لأن يكون لصا، أو من عليش وزوجته نبوية اللذان دفعاه إلى السجن ثم غدر به. نعم. فهل هؤلاء هم الكلاب أم زي أولئك؟ بالظبط. هو كان بيشير بشكل رمزي نعم. إلى هذا الذكاء المدمر من قبل بعض الأشخاص، وكلنا عارفين أن الكلاب تتسم بالذكاء الخارق، وعشان كده يمكن هو استخدم لفظ الكلاب. نعم. ليعبر عن هؤلاء الأشخاص اللي استخدموا ذكائهم لتدمير الآخرين بمبادئ زائفة. نعم. يمكن من ضمن الأفلام الجميلة جدا اللي كلنا كنا بنتكلم عنها هو فيلم في بيتنا رجل. تعالوا بينا نشوف جزء من الفيلم ونرجع لكم تاني عشان نتكلم عن شخصية إبراهيم حمدي. الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس اللي أبدع في كتابة هذه الرواية وهي في بيتنا رجل. وخلينا نروح لشخصية إبراهيم حمدي اللي كان عنده هدف. هل نستطيع أن نقول أن البطل استطاع أن يصل إلى هدفه المرجو منه؟ أولا هناك هدف قريب وهدف بعيد. نعم. الهدف القريب تحقق، وهو ان هو استطاع بالفعل ان يقتل الشخص اللي هو اعتبره خائن. نعم. هو اي نعم مصري، ولكنه يعتبره من عملاء الاستعمار ورموز الاحتلال، اللي هو كان رئيس الوزراء الذي كان يحكم بالنيابة عن الإنجليز. احنا كده بنتكلم عن بطل سياسي لمرحلة سياسية كانت تمر بها البلاد. نعم. البطولة الحقيقية بقى. نعم، هذه هي معنى البطولة الحقيقية. نعم. ولذلك نستطيع أن نقول أن هناك فرق بين مصطلح البطل العام في المعنى العام ومصطلح البطل في الدراما. نعم. والرواية. فالبطولة في الدراما هي بعيدة كل البعد عن كلمة بطل في المعنى الحرفي لكلمة بطل، وهو الهيرو. فالبطل في الدراما لا يشترط أن يكون قدوة، ولا يشترط أن يكون إنسانا سويا أو إنسانا جميلا أو كده، وبدليل أن هناك بطل يكون لص أو قاتل أو غيره. ولكن معنى بطل في الرواية هو الذي يكون محور الأحداث أو أهم شخصية تدور حولها القصة أو الرواية. لكن البطل بالمعنى الحقيقي هو الشخص الذي الإنسان يجد فيه معنى يقتدي به أو يحبه أو يحب أن يكون متجسدا فيه، وهذا ينطبق على فيلم أو على قصة في بيتنا رجل. فهو كلمة بطل هنا اجتمع فيها المعنيين. طيب احنا عايزين نتكلم عن كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس وأهم سمات الكاتب من ناحية الأسلوب. أولا الأستاذ إحسان عبد القدوس غني عن البيان، طبعا ده وغني يعني عن ده العشق الكلام بصراحة. ليه؟ لأن إذا أعماله تتحدث عنه، فهو يعتبر من أهم الأدباء ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي كله. وهو من الكتاب الغزيرين جدا، عنده غزارة كبيرة جدا في الإنتاج، وعنده أعداد مهولة من الروايات تحولت إلى أعمال درامية، أكثر من 700 عمل درامي ما بين إذاعة وتلفزيون ومسرح
هذا هو رصيده، يعتبر هو رقم هو واحد. الفيلم ده اتعمل سنة كام؟ هذا الفيلم يشترك مع الفيلم اللي هو الآخر اللي هو اللص والكلاب في السنة التي يعني أنتج الاثنين فيها، خرجوا في نفس السنة سنة يعتبر. 1962. وهذه مصادفة، هذه مصادفة جميلة جدا ان الفيلمين صدرا في عام واحد نعم. وفي ظروف واحدة، مع فرق ان كل منهم له منحى، ده منحى سياسي وده منحى اجتماعي. ده بيتكلم عن الاحتلال ويجب أيوة. أن يكون هناك أبطال يدافعون عن الوطن. أيوة. والجانب الآخر هو محاربة الفساد نعم. من قبل العقول الذكية المتعلمة. نعم نعم نعم. نعم. وهذا هو الفرق. اما الاستاذ احسان القدوس اسلوبه فهو اسلوب يدرس، لانه هو اسلوب السهل الممتنع. اذا قرات اسلوب احسان عبد القدوس تشعري فيه ان اي حد يقدر يقول هذا الكلام، ولكن اذا امسك انسان بالقلم واراد ان يكتب سهل مثله الممتنع. او اراد ان يكتب مثله لا يستطيع، وهذا هو معنى السهل الممتنع. بالظبط كده. يا ترى ايه الجوائز اللي حصل عليها الفيلم؟ الفيلم فيه حاجة طريفة جدا، وهو ان المخرج هنري بركات هو منتج الفيلم، وانفق عليه بغزارة وبجدارة كبيرة جدا. لماذا؟ لان كان في هذا الوقت، يعني في هذه الحقبة، كان في مهرجان الفيلم اللي بيفوز باحسن فيلم في العام بياخد جايزة 5000 جنيه. وده طبعا مبلغ في هذا الوقت مبلغ كبير. طبعا. فبالتالي رصد الاستاذ هنري بركات لهذا الفيلم ميزانيه ضخمه على امل ان هو يفوز بايه؟ بالجوائز بقى. في هذا العام الغيت الجائزه. لا لا لا. بعد ان انتج الفيلم وانفق عليه ما انفق، والغيت الجائزه ما بقاش فيه جائزه اساسا. فبالتالي يعني ده هو حظنا ان هو انتجه بهذا الشكل بصراحه. ولكن عوضه شيئين مهمين بقى؟ جدا، شيء مادي وشيء معنوي. الشيء المادي انه لاقى اقبال كبير جدا من المشاهدين، فحقق ايرادات كبيره جدا، وهو المنتج، فبالتالي الايرادات دخلت جيبه فعوض. فهذا عوض ذاك، ده اول حاجه. نعم. بالاضافه لذلك انه وجد صدى كبير جدا باعتبارها انها قضيه وطنيه، فمما ادى الى ان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كرم بنفسه كل فريق العمل، وده في حد ذاته اكبر من الجائزه اللي هو كان اصلا يرمي اليها او كان يصبو اليها. فتكريم الرئيس جمال عبد الناصر لكل طبعا ده شرف كبير كان. هذا كان شرف فوق كل ال 5000 جنيه اللي هو كان بيرصدها وغيرها. فهذا هو تحت شعار ايه؟ من جد وجد. طب ما تيجي نتكلم كده عن البطل في مسلسل حرافيش على سبيل المثال. البطل في مسلسل الحرافيش يختلف عن البطل في اللص والكلاب، ويختلف عن البطل في بيتنا رجل. ليه؟ لأنه هو البطل بمعنى الملحمي. هي ملحمة اسمها ملحمة الحرافيش، وهذا الكتاب اللي هو كتاب ملحمة الحرافيش، رغم أنه يعني تحول إلى عمل إذاعي أولا، ثم سينمائي في أفلام كثيرة، ثم أخيرا تلفزيوني، إلا أنني أرى أنه لم يجد حقه الحقيقي، لأنه أكبر من ذلك. يعني هو في مغزى كبير جدا، هذه الملحمة فيها مغزى كبير جدا لم يصل للناس بعد. ايه هو بقى المغزى؟ المغزى الحقيقي وراء هذا هو مغزى فلسفي. نعم. اولا فكرة ملحمة الحرافيش كلها هي فكرة الحارة، والحارة في هذه الملحمة هي رمز للوطن، رمز لعالم كبير جدا اسمه الوطن او اسمه الدولة او اسمه الأسرة. فلكل منظومة من هذه تحتاج الى حد كبير يقود هذه المنظومة بالزبط. فقد يكون هذا الحد الكبير يعني في الوضع اللائق اللي هو يقود بحكمة ويقود لمصلحة الجميع، وقد يكون يقود لمصلحة نفسه.
نعم. فنجيب محفوظ قدم لنا من خلال ملحمة الحرافيش هذا النموذج المختلف من قصة إلى قصة. هي 10 قصص، هي 10 قصص، هي 10 قصص. فتنوع ما بين الحاكم أو الفتوة، ما هو الفتوة يعتبر هو اللي مسيطر على بالظبط، ما هو القائد، فهو القائد هو الحاكم. بالظبط. فتنوع الأمر ما بين حاكم مستغل مستبد يأخذ أموال الناس وينفقها على نفسه، وحاكم آخر حاكم عادل يسعى وحاكم آخر مستبد وغاشم بيفرض قوته، واللي مش عاجبه يضربه واللي كده. ولكن أتى بنموذج في اسمه عاشور الناجي، نموذج جميل جدا، ويعتبر بطل بمعنى الكلمة من الأبطال الملحميين. ليه؟ اللي كان ليه تأثيره على مستوى الرواية كلها. نعم، لأنه اجتمع فيه سمات البطل الحقيقي، وهو البطل الذي يتسم بالقوة والعدالة والطيبة. 3 حاجات صعب جدا ونادر انها تجتمع في شخص واحد. فقوته جعلته اولا يدافع عن نفسه، ادي نمرة 1. وفي نفس الوقت طيبته جعلت قوته توظف لمصلحة الآخرين، في انه يدافع عن الفقراء، يدافع عن الضعفاء، في مقابل الفتوة الغاشم اللي هو كان بيضرب اي حد، فهو كان بيدافع عن هؤلاء وبيدافع عن ان هو يسلب اموالهم او ياخذ منهم الاتاوات. فرفض من الاساس ان يعطي الاتاوه، وبالتالي وجد الفقراء ووجد الضعفاء فيه حائط صد يستطيعون ان يحتمون وراءه امام هذا الفتوة، والى ان يتحول بالفعل ان يكون هو الفتوة الحقيقي للحارة، فيصبح هو مصدر الحماية وليس مصدر الرعب والخوف، ومصدر الامن وليس مصدر الازعاج كما كان يفعل الفتوة السابق. فهنا اجتمع فيه هذه الصفات الجميلة ووظفها لصالح الجميع، لصالح اللي هم الحرافيش، اللي هو معناها عامة الشعب. فكلمة الحرافيش دي كانت ترمز لعامة الشعب الذين لا يملكون لنفسهم حولا ولا قوة، وبالتالي يحتاجون إلى سند يحتمون وراءه إلى قائد حامي يحمي. فهو بالفعل تجسد هذا في شخصية عاشور الناجي في الجزء أو في الجزء الأول من الملحمة. ولما اختفى أصبح الهدف في ال9 مراحل اللي موجودة في القصة البحث عن نموذج لمثل هذا. يعني هو البحث عن بطل للخلاص بالظبط كده. فأصبحت القصة كلها من أول القصة لآخر قصة بتبحث عن البطل المخلص الذي يستطيع أن يكون هو يجتمع فيه كل هذه الصفات. ولكن للأسف الشديد خلال القصص الأخرى نجد في تباين، إن هناك تدهور في الحياة. نعم، تباين. في واحد معاه القوة لكن معهوش الطيبة، معاه القوة بس ما عندوش القدرة ان يفرض رأيه على غيره، عنده القوة بس بيستخدمها بغشم، وهكذا 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 لحد ما يجي في الجزء العاشر من الملحمة، وهو تحت عنوان التوت والنبوت. يظهر بقى شخص آخر اسمه عاشور الناجي برضه، فيعيد اللي هو مثله عزت العلايلي فيعيد للاسم الفعل. نعم. يعني الاسم اسمه عاشور الناجي، وأعاد إليه هيئة عاشور الناجي وصفاته وسماته، اللي هو البطل اللي يأتي من الضعفاء والحرافيش المستضعفين ليمثل الحلم الذي يحلم به الغلابة، البطل العادل الذي يعيد إليهم كرامتهم ويعيد إليهم حمايتهم، وفي نفس الوقت يحميهم من هذا المستغل الذي يأخذ منه إتاوات، ومن يرفض يحطمه أو يكسر رأسه أو يضربه أو يهينه. هي برضو ليها على ما أعتقد مغزى سياسي شوية. هي في الأساس هي في إن الأساس هي يعني الخروج من بوتقة الاستعمار. نعم. والفساد. هي في الأساس مع مغزى سياسي. الذي ينكر أن لها مغزى سياسي أو مغزى اجتماعي، لأن السياسة هي الاجتماع. ليس هناك فاصل بين حياة الاجتماع وحياة السياسة. نعم. أي مجتمع أيا كان عدده بيدور في صراعات بين الخير وبين الشر، بين القوة وبين الضعف، بين المال وبين جامعي المال أو مستغلي المال أو محتكري المال. طيب احنا طبعا يمكن كلنا عارفين ان حدث تطور في البطل في الرواية الحديثة. عايزين نتكلم عن هذا التطور وأهم المراحل اللي مر بيها.
المراحل التي مرت بها الرواية العربية، وتبدأ برواية زينب نعم. للدكتور محمد حسين هيكل. طبعا. وهذه الرواية طبعا كانت في باكورة الإنتاج العربي من الرواية، فهي الرواية رقم 1، فلابد أن نبدأ. مثلتها هالة فاخر. نعم، لابد أن نبدأ بها. وهي عندما تحولت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته يحيى شاهين ورقية إبراهيم وفريد شوقي. نعم، ده بالنسبة للفيلم. ده الأبيض وأسود. بالنسبة للمسلسل كانت هالة فاخر. أيوه. وكان في مش فاكرة. هو بطل حد محترم جدا. جدا. فالمهم ان هو هذا العمل كان في بداية حياة او في بداية القرن، يعني في حوالي في بداية القرن 20. كانت مصر ما زالت بلد زراعي في الأساس. نعم. فمن ثم كان الأبطال مستوحيين من الحياة الزراعية، الحياة الريفية، العمدة، شيخ الغفر، شيخ البلد، الفلاحين العاديين، في منهم الغني وفي منهم الفقير. فكانت الحبكة الدرامية تدور حول حياة القرية. بالظبط. واستمرت حياة القرية هي المورد الذي يستمد منه المؤلفون رواياتهم، مثل محمد عبد الحليم عبد الله في الجنة العذراء وفي غيرها، وللزمن بقية. ثم الأستاذ يوسف إدريس في رواية الحرام. طبعا. في رواية الحرام برضو كانت البيئة بيئة زراعية، بتتكلم عن عمال الترحيل الذين يتنقلون من قرية إلى قرية ليجمعوا القطن أو يجمعوا الدودة أو يحرثوا أو يعملوا أعمال زراعية. وللأسف الشديد موجودة حتى يومنا هذا، والناس اللي غرقوا قريب في النيل كانوا من امتداد لعمال الترحيل. ثم تطور المجتمع، فبالتالي تطورت الرواية. نعم. تطور الرواية يأتي نتيجة تطور المجتمع. بقيام ثورة يوليو تحول المجتمع المصري إلى مجتمع مختلف، أصبح فيه عامل الصناعة وعوامل أخرى دخلت في الموضوع. فظهر بعد كده البطل أن يكون عاملا في مصنع، أو ضابطا في الجيش، أو ضابطا في الشرطة، زي فيلم رد قلبي يجسد هذه المرحلة. ثم بعد ذلك دخلت مصر في معارك مختلفة ما بين حربي 67 و73 وما بينهما حرب الاستنزاف. نعم. وهذه محطة مهمة جدا في تاريخ مصر، سواء من الناحية الدرامية أو من الناحية الروائية. فظهرت روايات تناقش هذه الأمور، فمنها رواية الرصاصة لا تزال بجيبي محمود ياسين. أيوه، العمر لحظة، وغيرها. ظهر فيها البطل هو الجندي أو الضابط الذي وضع كنا بحاجة بقى لوجود الجندي المصري. نعم. أو ظهور الجيش المصري في الأفلام والبطل. نعم. وفي الروايات. ثم بعد انتهاء ومصر انتصرت وعبرت وبقت في مرحلة جديدة، ظهر بقى ايه محاولة للقيام من أول وجديد ونقف على رجلينا. فظهرت أدوار أخرى وأفلام أخرى. هنا بقى ظهر بعد ما كان قلنا الفلاح وبعدين العامل، وفي مرحلة كان بيظهر فيها البطل هو اللي ساكن العمارات الشاهقة أو الفيلا الكبيرة، أو اللي هو سليل عائلات الباشا والبيه. لا، أصبح في مرحلة ما بعد حرب أكتوبر اللي هي بيسموها مرحلة الانفتاح. سلطت السينما والرواية الضوء على المهمشين الذين كانوا لا يظهرون في السينما ولا يظهرون في الروايات. على سبيل المثال زي على سبيل المثال ظهر البواب. ظهر جامع القمامة في فيلم انتبهوا أيها السادة.
بالظبط. ظهر الموظف الغلبان هو اللي ناقش قضيه مهمه نعم، جدا. ظهر الموظف الغلبان اللي هو اتعين في مكان حكومي، ولا لاقي شغل يشتغله، ولا كرسي يقعد عليه، ولا لاقي فلوس يتجوز بيها، اللي هو في ايه بقى؟ في الحب على في هضبة على صفحه على هضبة الهرم. على هضبه الهرم. ايوه، الحب في هضبة الهرم. ده رواية كانت قصة قصيرة لنجيب محفوظ، تحولت إلى فيلم. ظهرت فيها مشكلة ما بعد حرب أكتوبر، والمشكلة الاجتماعية الصرفة اللي هي اختلال واختلاف بقى المجتمع. أصبح المجتمع فيه طبقات جديدة، ومنها فيلم أهل القمة. اه. أهل القمة برضو من الأفلام اللي ناقشت ما بعد حرب أكتوبر لفترة الانفتاح، وظهر فيها الناس اللي هم كانوا بيشتغلوا في الأسواق الحرة في بورسعيد، والمهربين، وطبقة جديدة اللي هي كانت طبقة اللصوص، وتحولت إلى طبقة بياعين ومهربين. ثم بعد كده انتقلنا إلى مراحل أخرى في مرحلة التسعينات ومرحلة الألفينات، إلى بقى إيه؟ مناقشة بقى حاجات اجتماعية أو سياسية، زي مثلا ايه؟ طيور الظلام. طيور الظلام ده من الافلام الجميله لعادل امام جدا ويسرا. جدا. اللي ناقش فيها قضيه مهمه وطبعا جدا. ما ننساش وحيد حامد. طبعا. فهنا انتقلنا الى مرحله جديده ومختلفه عن مرحله ما بعد حرب اكتوبر. بقى اصبحت مرحله الثمانينات والتسعينات بتناقش بقى المجتمع وتكوناته الجديده، والصراعات الايديولوجيه بين التيارات الاسلاميه والتيارات الليبراليه اللي كان بيمثل، والتيارات اخرى بقى اللي ملهاش اسم، اللي هم طبقات المرتفعين اللي كان بيمثلها عادل امام تحديدا في هذا الفيلم. ايوه، وهو كان ظهير لشخصيه سياسيه اللي هو جميل راتب، وبيساعده في الانتخابات ومش عارف ايه. وفي المقابل كان في التيار الاسلامي اللي هما الاثنين جمعهم السجن. ثم بعد كده جه منظر الكوره، يا ترى الكوره هتروح في اتجاه مين؟ فكان ده اجمل مشهد. واصبح هذا المشهد ليه دور كبير جدا في تفسيراتنا وفي خيالنا فيما بعد ثوره 2011 اللي هي ثورة 25 يناير. تجسد هذا المعنى، يا ترى الكورة هتروح لهذا أو لذاك. طب لو قلت لك تقييمك لصورة البطل في العصر الحالي؟ صورة البطل في العصر الحالي ما زالت غائمة. ليس هناك بطل. خلينا نعم، هي غائمة. ما هو غائمة ليه؟ لأن احنا في عصر البحث عن بطل. احنا مش لاقيين زي بطل، احنا بنبحث عن البطل. فالبطل احيانا يبدو في صورة بلطجي، في صورة مهرب. لماذا انحدرت صورة البطل إلى هذا المستوى في رواياتنا؟ لأن حتى الروايات برضه بقت كده، يعني لأن القدوة انهارت، لأن المثل والقدوة انهار. فأصبحنا دلوقتي الشباب الصغير مش لاقي قدوة. الشباب اللي لسه طالعين يعني حديثي السن يبحثون لهم عن قدوة في أي مجال أو أي اتجاه، يعني مش لاقيين. وبالتالي السينما والدراما لجأت إلى البطل اللي يشغل الناس بحته الفتوانه والقوه والهيمنه والسيطره، بس بصوره سلبيه تختلف عن صوره البطل المثيل دوت اللي كان في افلام زمان، اللي هي افلام فريد شوقي وافلام رشدي اباظه وافلام محمود المليجي. كان هناك فرق بين البطل اللي او المجرم اللي كان بيمثله مثلا محمود المليجي، وبين المجرم اللي بيمثله دلوقتي محمد رمضان. طبعا. يعني لو قارنا بين الاثنين هنجد فرق كبير جدا. ليه جعلوا في زمن محمد رمضان البطل هو القدوة، او البلطجي هو القدوة، وهو لكن في افلام فريد شوقي كان الخير هو القدوة مش الشر. كان دايما الخير ينتصر على الشر. حتى الحرامي او البلطجي كان ليه مثل ومبادئ. نعم. احنا دلوقتي ما بقناش. لا، وفي النهاية بينتصر الخير على الشر، حتى وان طال الشر، حتى ولو طال زمن الشر. كان في النهايه يعني احنا شفنا فيلم الرصيف نمرة 5 كان زكي رستم ومحمود المليجي كانوا هما الاثنين بيمثلوا عنصر الشر طبعا. لكن في النهايه هم انتصروا على فريد شوقي في فتره من الزمن، واستطاعوا انهم يرفدوه من شغله خلاه ان هو يكمل طريقه. نعم. وفي النهايه لم يصح الا الصحيح، وانتصر الخير على الشر، وسقط الشر
وأسدل الستار على هذا، وصفق الجمهور على هذه الرواية الجميلة التي تعد أنا بعتبرها من أجمل القصص ومن أجمل الأفلام في الفترة القديمة. من وجهة نظرك من هو البطل الذي نحتاجه في هذا الوقت حتى نعيد إلى الشخصية المصرية حقيقتها؟ نعم، البطل الذي نحتاجه الآن هو البطل المتعلم الذي يتسلح بالعلم، والذي يجعل العلم هو قمة الهدف الذي يجب أن نسمو إليه، لأن بدون علم لن نتقدم. يعني احنا محتاجين العلم ثم العلم ثم العلم، وهو المخ بتاعنا اللي يفكر. دكتور شريف جامع، أستاذ صبري زمزم، الشاعر والناقد الأدبي ومدير تحرير جريدة الأهرام ومؤسس ورئيس منتدى القصر الأدبي، بجد أنا سعدت بوجودك معايا جدا. شكرا لحضرتك. وأنا سعدت أكتر جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. بشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقة جديدة، لكم مني كل تحية.